إني حرمت الظلم على العباد فلا تظالموا. ما يصير. سمعتوا هالشيء؟ ماكو. فإذا هذا ما يجوز الصلاة به، لكن هو حديث قدسي من الله تعالى مع يعني المعنى، يعني اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله تعالى، وهذا حديث تستطيع أن تقول يعني فيما معنى الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس ما تستطيع تقول فيما لا الكريم فهو للمصلين. ما بك تقول كما قال الله تعالى القرآن، كما قال الله تعالى، ما يصير حرف ولا تنقص حرف. لكن الحديث القدسي والحديث الأخرى فهذا نوع من الأحاديث التي وردت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. ليه؟ انظر، فما النتيجة؟ حرم الظلم على نفسه وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. انظر الحديث، أنا حاشرها ثاني لكن أقرأ لكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. أنا وأنت نذنب نخطئ بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. من هو الله جل جلاله يغفر الذنوب جميعا، ما قال الذنوب فقط، قال جميعا، دليل على أنها كل ذنوب تكفر. يا عبادي إني يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول يا عبادي يعني أنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. من يغفر الذنوب؟ هو الله جل جلاله. إنكم لن تبلغوا جنكم وإنسكم عنان السماء، ما أبطل إلى عنان السماء إلى السماء فتضروني. يا عبادي ولن نصل بجن وإنس ننفع الله تعالى، بأن لو اجتمعنا على قلب واحد على أثقال رجل واحد فدعاهم الله دعاء واحدا فلا ينقص في ملكه شيء سبحانه. ولو اجتمعنا جميعا على أن نضر ربنا لا نستطيع أن نضر الله ولا ينقص في ملكه سبحانه وتعالى شيء، فلا ينقص ذلك من ملكه شيء. يا عبادي إن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيهم. كل مسألة أنت شنو باقي المسألة؟ يا ربي شافيني، اعطيني بيتين، 10 بيوت، سيارات، عقارات، كل له مسألته، ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. يعني ما ينقص المخيط وهو الإبرة، إذا دخل البحر ورفع منه هل يبقى شيء من هذه الإبرة؟ لا يبقى شيء من هذا. فإذن لله تعالى جل جلاله فلا ينقص في ملكه سبحانه وتعالى شيء. يا عبادي إني لو اجتمعنا جميعا على أن نضر الله أو ننقص في ملك الله فلن نستطيع. فإذا هاي تثق بالله، هي عقيدة الثقة بالله نقص في هذا اليوم. يعني تلاحظ لو تحضر الحديث يا عبادي كلكم جائع إلى من أطعمته فاستطعموني. أنت رفعت إلى الله وقت يا رب ارزقني، يا رب ارزقني، يا رب استر علي، يا رب اعطيني. اسأل الله فالذي يعطيك هو الله. اسأل الله، يعني شد الحديث أن تسأل الله من قلبك خاشع، تقول اللهم ارزقني، اللهم اغفر لي. في اليوم من الأيام يذكر لي واحد فقير جاء إلى رجل غني فيقول دخلت في المسجد فرأيت الغني رافع يديه إلى الله وأسمعه يقول اللهم ارزقني. يعني غني وأنت ملايين، إذا سمع بالراجل غيره ملايين، كان فقير وكان حصل عليه درهم والدينار، الله رزق ليش؟ يقول كنت أسأل الله تعالى، ادعو الله سبحانه وتعالى
اساله سبحانه وتعالى برزقي وطعامي وشرابي لانه من الرازق هو الله جل جلاله. يعلمنا ان نثق بالله. لابد انت مريض مهما مرض شديد وقوي ومستحيل قل للطبيب تخطفته يد الردى من يا طبيب بطبه ارداك. قل للمريض لجا وعوفي بعدما عززت فنون الطب في من عافاك. اليوم مع احد المصلين قال لي الحق شيخ عند اخته مريضه. الدكتور قال له جيب لي جنسيته اسوي له شهاده وفاه. صار عنده فشل كلوي زائدا جرثومه بالدم عند تغسيله. فالله تعالى اراد والعبد وراه. انت متى تمشي مشيئه العبد ومشيئه الله؟ ليه هسه البنيه عايشه؟ يعني صار 7 سنوات هاي البنيه الدكتور قال جيبوا لي جنسيته شكلها واسوي شهاده وفاه. ليه هسه البنيه عايشه؟ من هو الذي احياها؟ والله جل صدق الله سبحانه وتعالى ولا ينقص في ملكه سبحانه وتعالى شيء. واسال الله تعالى في يوم من الايام تتمنى الاجابه لا اسال الله يرزقني ولد ونص ولد موافق. لا هذا مو صحيح. مو نص ولد. لا مو صحيح. هديه صلى الله عليه وسلم نسال الله قال اسال الله الفردوس الاعلى. تسال الله من امرأة النبي. علمك النبي صلى الله عليه وسلم ان تسال الله بالاعلى. الفردوس لا ينبغي الا لواحد. من هو؟ الفردوس الاعلى لمن؟ ها؟ الفردوس الاعلى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الله خلق الجنه 100 درجه وكل درجه ما بين السماء والارض واعلى الدرجات وفي كل درجه درجات اعلاها. ما سمي بهاي الجنه الفردوس لان الا يوجد فيها العنب والفواكه وما لذ وطاب اعلاها. يبيها بلا باقي لكن كل شيء اليوم نتكلم عن الجنه. انا بس حبيت يعني فالنبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس الاعلى. يعني ما عند الله مستحيل. دائما اسال الله. فقلت لها يا اختي ما يجوز هكذا. الكلام يجوز. تقول يا ربي نصطفي اسبن. لا قل يا رب اسالك ولدا صالحا تقيا ورع. اسال الله بالاعلى فان الله تعالى يعطيك لا ينقص ذلك من ملكه شيء. ولهذا ولو اجتمعت الانس والجن على ان يضروك بشيء لن يضروك. ما يضرك ما حد يستطيع يضرك الا بشيء كتبه الله عليك. ولو اجتمعوا على ان ينفعوك لن ينفعوك. تخيلوا قاعدين دخل رئيس جمهوريه او رئيس وزراء او منه سلطه ولا مال ممكن يقول له سوي يعني ارض هذا البيت هاي البستان بس قلم السر صار لا يعني عنده صلاحيه. فكيف بيده ملكوت السماوات والارض هو الله. في يوم من الايام يطوف حول الكعبه فهذا هو خليفه فرآهم يطوفون قال لك هذا واحد انت ماذا تريد من الدنيا؟ قال له سبحان الله في بيت الله في الكعبه واسال غير الله. شلون انت تريد تسال؟ انا ببيت الله والكعبه كنت اسال. فانتظروا حتى خرج من الكعبه. قال لي السبعه صار. قال له خرجت قال له خرج من الكعبه. يلا ماذا تريد من ماذا تريد؟ قال من الدنيا او الاخره؟ قال الاخره ما اقدر. اما الدنيا انا قاعد الان خليفه عندي بامري كذا يعجز عن كذا يعطيك قطره وركب سياره ويكتب لك بامر من يعني لا يعجز. قال امر الدنيا ام الاخره؟ قال الاخره ما اقدر الدنيا. فقال سبحان الله لم اسال الذي يملكها كيف اسال الذي لا يملكها؟ انت بشر راح تموت. فشوف الثقه بالله عز وجل يعلمنا ولو حرم الله تعالى الظلم فلا نتظالم ولدينا ان نسال الله سبحانه وتعالى ونوقن ان الذي هو يعطي هو الله جل جلاله. شوف الواحد من الحاضرين يقول لك انا جاي عندي مصيبه او بلاء
قلة مال أو أهلي أو عيالي أو هذا، أعرف بأن الله تعالى يرفع عنك إذا سألته. قول مرتي يا رب مو زينة يا رب اصلحها يا رب، والدي مو زين يا رب اصلحها والدي، يا رب اعطيني وارزقني واغفر، ابعد عني شر الأسرار. فإن الله سبحانه وتعالى ادعوا الله، فإن الله يبتلي أناس لأنهم لا يدعونه. ما رفع يده إلى السماء ولا رب ارزقني، فيبتليهم الله فيدعونه فيعطيه. اسأل الله، ادعو الله. أنت مهما كان غناك ومالك وفقدك فالله أقدر، فاسأل الله. نقول اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآل محمد إلى يوم الدين. اللهم اصلح عوائلنا واهديهم يا الله لطاعتك. اللهم اصلحنا واصلح عوائلنا واطفالنا واولادنا، نسال الله لهم النجاح والتوفيق والسداد. اللهم ابعد عنا الظلم يا رب العالمين. اللهم اطعمنا واكسنا واهدنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا ووفقنا يا الله لدراسته، ووفقنا لما تحب وترضى، واخذ بايدينا ونواصينا للبر والتقوى برحمتك وانت خير الراحمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه